السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. معاكم انا دينا من قناة كيدز كورنر وفيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة العام الدراسي، ومعانا اول نشاط في الدراسة السنة دي، وهو نشاط عن حرب اكتوبر او 6 اكتوبر. السنة اللي فاتت عملنا لوحة عن حرب اكتوبر. السنة اللي قبلها عملنا ماكت الطيارة. اللي قبلها عملنا الماكت بتاع الدبابة. فالسنة دي قلنا نغير شوية وعملت لكم مجسم لسه مخلصاه حالا الساعة 3 الفجر بتوقيت المحلة الكبرى. فقلت لازم انزله لكم، يمكن تاخدوا منه افكار جديدة كده وتتشجعوا تعملوا النشاط السنة دي لولادكم قبل يوم 6 بإذن الله. يلا بينا نشرح على طول عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. الماكت عبارة عن ربع فرخ نصبيان ده اللي هو الكرتون المضغوط ده. لو مش عندك، ممكن لو عندك كرتونة متينة شوية تشتغلي عليها مفيش مشكلة. ده مقاسه 50 عرض في 35 طول. ده كده 35 وكده 50. ومن هنا عملنا كرتون من كرتونة شيبسي عادية خالص، تنتها كده وبرمتها. طبعا عملنا الحاجات دي كتير في مجسم مثلا الدبابة، هسيب لكم اللينك في صندوق الوصف عشان يسهل عليكم العمل. وبعدين غلفته بالفوم كده البني سادة، على اساس بقى جبل وحجر وحاجات من دي، ممكن بني، ممكن ذهبي، ممكن اصفر، بيج، اي لون يمشي معاكي يعني. المهم عملت الجبلين دول قصاد بعض كده، وغلفت النصبيان من هنا باللون اللبني اللي هو البحر بقى والحاجات دي. وعملت زي الكوبري ده للعبور. وجبت المجسمات بتاعه الدبابات دي من المكتبة، بتتباع فرداني كده. كنت حابة ان انا اجيب المجموعة كاملة بتاع الجنود وكده، بس حسيت التكلفة هتبقى عالية جدا، واحنا عايزين حاجة تقضي الغرض يعني، ويبقى في نفس الوقت شكلها لطيف يعني. فجبت المجسمات بتاعه الدبابات دي، وجبت الطيارات دي والطيارة دي اهي، ولزقتها في اماكن متفرقة بقى. عملت واحد على الجسر بتاع العبور، وواحدة هنا وواحدة هنا. والطيارة عملت واحدة برضو على الجبل، على اساس ان هي بتنزل جنود، بتنزل اسلحة ايا كان يعني. وواحدة علقتها على عيدان الشيش طاووق كده عشان يدينا ايحاء ان هي طايرة. وبعدين طبعا جسر العبور ده انا عملته من الكرتون المقوى او النصبيان، قصيته بالشكل ده وعملت له الجوانب دي كده. كان مقاسه حوالي 25 طول في تقريبا 13 عرض، بقولكم المقاسات بالظبط. اما الجزء ده بقى فحبيت اعمل حاجة زي العوامات او الحاجات اللي كانوا بيستخدموها في العبور برضو، عشان الجسر طبعا مش هيكفي الجنود كلهم. فعملت دي. طبعا انتوا فاكرين فيديو المشتريات، كنا جايبين ده وقلت لكم انا مش عارفة لحد دلوقتي انا هعمل بيه ايه. وفي الاخر لقيت حاجة حلوة لاستخدامه، شكلها تحفة، يديكوا ايحاء المادة اللي كانوا بيستخدموها اصلا ايا كانت اسمها ايه مش متذكرة دلوقتي، بس عملت منها العوامات دي شكلها تحفة. اما بقى بالنسبة للحاجات دي، فدي عملتها طباعة على نوع ورق سميك شوية، مش الورق العادي. طبعا احنا مش عايزين نكلف برضو، فمش لازم نوع الورق ده، حتى لو مش متوفر في المكتبة هنطبعها على ورق عادي خالص، ونلزقها على مثلا فوم او كانسون، ونقصها علشان يدينا سماكة شوية، تحس ان هي متينة شوية، مش ورقة سايبة كده هتطير مننا. وبنثبتها بقى بعيدان اللي هي العيدان بتاع الاسنان الصغيرة خالص، زي الشيش طاووق بس الصغيرة خالص اللي هي دي. هنا طبعا مش مستخدمة العيدان، لازقة مباشر اهو، هنا لازقة مباشر، بس مثبتة العلم على شيش طاووق برضو. هوريها لكم من ورا اهو،
عشان برضو ما يطرش مننا. والحاجات الصغيرة عاملاها على الخشب بتاع الاسنان ده اهو. شايفين المنظر من ورا اهو. دي كانت ورقة عادية وثبتها على كانسون ولزقتها بالطريقة دي علشان يدينا السماكة والمتانة اللي احنا عاوزينها. والطيارة دي اهي باينة اهي. شايفين الشكل؟ بصراحة طلع تحفة، ما كنتش متوقعة ان هو يطلع بالجمال ده. والتكلفة سهلة وبسيطة. عملنا حاجات موجودة عندنا كلنا، نصبيان او كرتون مضغوط او اي كرتونة متينة عندك هتعملي منها القاعدة ونغلف بالفوم. ومن هنا استخدمنا الكرتون بتاع كرتونة شيبسي او كرتونة بسكوت عادية خالص، وتنتها عملتها كيرف كده وغلفتها بفوم سادة. هنا ممكن تستخدمي برضو الكرتون لو مش عندك الخامة دي، استخدمي الكرتون وغلفيها بفوم، بس غيري اللون البني او درجة مختلفة يعني علشان الشكل العام يبقى حلو. الجسر برضو من الكرتون المضغوط او كرتون عادي وممكن تغلفيه، مفيش مشكلة خالص. الاشكال لو مش عايزة المجسمات بتاع الدبابات ممكن دي طباعة ودي طباعة وبرضو شكلها تحفة. تعملي طباعة وتثبتي بقى بالشمع او عيدان الشيش تاوك. بس كده التكلفة سهلة وبسيطة والفكرة سهلة والعمل برضو سهل مش مجهد قوي. تسلوا يلا واعملوا نشاط 6 اكتوبر. كل سنة وانتم طيبين وعام دراسي سعيد عليكم. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة وتفعلوا الجرس على كل عشان يوصل لكم كل جديد. باي باي.